يا أبا زيد، هذا جاي يضيع الحلقة. نعم نعم، كل حال خلينا نسأل. الآية هذه رقمها كم في سورة الأحزاب يا شيخ؟ الآية هذه رقمها كم؟ لا أعلم. الآية هذه رقمها 33 صح؟ صح، الله أعلم، ما أدري، أشوف القرآن. 33 يلا. طيب يعني إنما يريد الله ليذهب، هذه آية وحدها ولا جزء من آية؟ الآن أنت تكلمت. أيوة. جزء من الآية. لا 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 لا، ما أسيبني من الآية، أجب. إذا أنت اسمع إذا أنت تقول القرآن محرف، هذه الآية آية كاملة ولا جزء من آية؟ هذه وحدها. جزء من آية ولا آية كاملة؟ جزء من الآية ونزلت لوحدها ولم تنزل بالسياق. طب كذاب، لأن القرآن الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، يعني إيه نزلت لوحدها؟ مش فاهم يعني جزء من الآية نزل لوحدها وبعدين اتحط في الآية. هذه نزل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لوحدها. هذا مكانها يا أبو زيد، هذا مكانها في الآية ولا ليس مكانها؟ لا، مكانها الصحيح. يعني مكانها الصحيح، يبقى إذن هي في سياق الآية، يبقى جزء من الآية. يا الله، جزء من الآية. لا، أنت متناقض، هذا تناقض. هي جزء من الآية ولا لا؟ سؤال، جزء من الآية ولا لا؟ هذه نزلت مع التطهير. يا أخي اسمع خلاص، جزء من الآية ولا لا؟ جزء من الآية ونزلت مستقلة طيب لوحدها. يا عباد الله، هذا المصحف أمامي، آية 33. الآية أولها وقرنا من نون النسوة في بيوتكن ولا تبرجن، نون النسوة، تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة، نون النسوة، وأقمنا الصلاة، وآتينا، نون النسوة، الزكاة، وأطعنا، 6 الله ورسوله إنما. الأخ أبو زيد يقول لهم بملء الفم أن هذا الجزء من الآية نزل مستقلا لا علاقة له بالجزء الآخر، وهم يصرون على أن هذه الآية نزلت كاملة وليس لديهم أي دليل سوى السياق. شاهدوا. احنا كنا طلبته أن يأتي بدليل على أن هذا الجزء من الآية لا يشمل أمهات المؤمنين. هذا دليل واحد أن هذا الجزء من الآية لا يشمل أمهات المؤمنين. الدليل عندنا يا عباد الله كما رأيتم، هذا المصحف أمامكم، وهذه الآية 33 قبلها 4 أو 5 آيات تتكلم عن نساء النبي، وبعدها آيات تتكلم على نساء النبي. اسمعوا الآية يا عباد الله. الآن قد يسأل سائل ويقول من أين لك هذا الكلام؟ كيف يعقل أن آية كاملة جزء منها ينزل مستقلا عن الجزء الآخر؟ هذا لا يمكن. الجواب بكل بساطة من كتاب الله. لن أذهب لا إلى تفسير ولا لغة ولا أي شيء، كتاب الله هو الذي سيجيب. إليكم الجواب. القرآن الكريم في سورة المائدة يقول تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمرتدية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. كما تشاهدون هذا الجزء من الآية إلى هنا يتكلم عن الحلال والحرام، ثم مباشرة تأتي آية إكمال الدين فيقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بعد آية إكمال الدين يرجع الله إلى الحلال والحرام. هل يوجد عاقل يحترم دينه يقول أن هذه الآية نزلت هكذا دفعة واحدة؟ واضح أن هذا الجزء من الآية الذي هو إكمال الدين نزل مستقلا عن الأجزاء الأخرى. ألستم تقولون هذا التهريج وتكذبون به على المساكين؟ يا أبا زيد، الآية أو هذا الجزء من الآية الذي تطلقون عليه آية التطهير في سياقه الصحيح ولا نزلت مستقلة ووضعت في غير موضعها كما يقول الكوراني؟ أنا الآن سأطرح عليكم نفس الإشكال. هذا الجزء من الآية الذي تطلقون عليه آية إكمال الدين، هل هي جزء من الآية في سياقها الصحيح أو نزلت مستقلة ووضعت في غير موضعها كما يقول هل الكوراني؟ لا، بل رسول الله صلى الله عليه وآله. فهل هذه الآية في سياقها الصحيح بأمر من النبي أم أن هذه الآية جزت هنا في وسط الآية؟ ما هو جوابكم يا وهابية؟ أي شيء تقولونه في هذه الآية سنقوله في آية التطهير. إذا قلتم لا، آية إكمال الدين في سياقها الصحيح، طيب أجيبونا على هذا السؤال. وإذا أجبتم تتبخر حجتكم بالسياق من جذورها.
السؤال هو: هل هذه الآية نزلت كاملة من أولها إلى آخرها، أم أن هذا الجزء الذي هو إكمال الدين نزل مستقلا؟ إذا قلتم نزل كاملا فهذا القول لم يقل به لا إنس ولا جن. شاهدوا معي. عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني الجزء 18 صفحة 267 باب قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال أصباط عن السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وآله ومات. يقول لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ولكن إذا رجعنا إلى الآية نجد أن بعد هذه الآية مباشرة الله يرجع إلى التشريعات في الحلال والحرام. شاهدوا. هذا الجزء إلى هنا في الحلال والحرام. بعد ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم يرجع إلى الحلال والحرام: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن هذا القول أن هذه الآية نزلت كاملة في دفعة واحدة هذا قول باطل ولم يقل به أحد. إذن فقط بقي لكم قول واحد، وهو أن هذه الآية نزلت مستقلة ولا علاقة لها بآيات الحلال والحرام. وإذا قلتم هذا فنحن سنقول نفس هذا الكلام في آية التطهير، أنها نزلت مستقلة ولا علاقة لها بنساء النبي. فلماذا عندما نقول هذا الكلام تتهموننا بتحريف القرآن؟ الآن أنت تكلمت أيوة في جزء من الآية. لا 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 لا، ما أسيبني من الآية، أجب. إذا أنت اسمع إذا أنت تقول القرآن محرف. هذه الآية آية كاملة ولا جزء من آية؟ هذه وحدها جزء من آية ولا آية كاملة؟ جزء من الآية ونزلت لوحدها ولم تنزل بالسياق. طب كذاب، لأن شيخنا القرآن الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. يعني إيه نزلت لوحدها؟ مش فاهم يعني جزء من الآية نزل لوحدها وبعدين اتحط في الآية. هذه نزل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لوحدها. هذا مكانها يا أبو زيد، هذا مكانها في الآية ولا ليس مكانها؟ هذا مكانها في الآية ولا ليس مكانها؟ ما هذا التهريج؟ ما هذا الجهل؟ يا أخي احترم عقول الناس. هل يمكن أن آية كاملة جزء منها ينزل مستقل عن الآخر؟ نعم يمكن. نحن لم نأتي بهذا الكلام من الفضاء. أيضا هؤلاء الجهلة قتلونا بهذا الجهل. شاهدوا. جزء من الآية ونزلت مستقلة طيب لوحدها. يا عباد الله، هذا المصحف أمامي آية 33. الآية أولها: وقرنا من نون النسوة في بيوتكن ولا تبرجن نون النسوة تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة نون النسوة وأقمنا الصلاة وآتينا نون النسوة الزكاة وأطعنا 6 الله ورسوله إنما. سبحان الله، يرددون نفس الكلام كالببغاء. لهذا الناس تشيع، لأنهم لا يجدون عندهم دليل مقنع سوى السياق وقد تبخر ونون النسوة. تعالوا معي لنقضي أيضا على نون النسوة بكتاب الله. شاهدوا هذه الآية. هنا الله سبحانه وتعالى يتكلم بلسان عزيز مصر، ثم يخاطب رجل الذي هو يوسف عليه السلام، ثم يرجع ليخاطب امرأة وهي زليخة ويقول: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. هنا الخطاب لزليخة: إنك كنت من الخاطئين. إذا يمكن أن يتغير السياق من مذكر إلى مؤنث في نفس الآية، وخطاب الشخص والعدول إلى غيره، بل حتى علماءهم يقولون هذا. شاهدوا معي. البرهان في علوم القرآن للزركشي، النوع 42 في معرفة وجوه المخاطبات. 20 خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره، كقوله: فإن لم يستجيبوا لكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله، ثم قال للكفار: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، بدليل قوله: فهل أنتم مسلمون. الإتقان في علوم القرآن للسيوطي في الجزء 4 26 خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره، نحو: فإن لم يستجيبوا لكم، خطب به النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال للكفار: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، بدليل: فهل أنتم مسلمون. وهذا ينطبق على آية التطهير. الله سبحانه وتعالى كان يخاطب النساء ثم عدل خطابه إلى أهل البيت، شيء عادي جدا وكثير في القرآن. وأي شخص يقرأ هذه الآية سيلاحظ أن الضمير تغير من نون النسوة إلى المذكر، وهذا بحد ذاته ينفي السياق، وأن شيء وقع في هذه الآية جعل السياق يتغير. فلو كان الخطاب موجه للنساء فقط وفقط لخاطبهم الله بنون النسوة في كل الآية،
وهذا ما لا نجده في الآية، وخصوصا أن لدينا دليل قوي جدا، وهو أن هناك روايات تقول أن هذه الآية نزلت مستقلة على أناس معينين من قبل رسول الله، وهذا يقضي على حجة السياق. أضرب لكم مثال آخر من القرآن الكريم، شاهدوا معي هذه الآية وركزوا معي جيدا. في سورة التوبة: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هل فهمتم شيء من هذه الآية؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ما هو الشيء الذي سيقع فيه التعذيب؟ ومن هم هؤلاء الذين سيعذبهم الله؟ هل فهمتم شيء؟ لا. هل يعقل أن هذه الآية نزلت لوحدها وقرأها رسول الله هكذا بالطبع واليقين؟ لا. إذن هذه الآية بالقطع واليقين لم تنزل وحدها، بل نزلت كاملة هكذا. شاهدوا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الآن فهمنا معنى الآية ومن هم الذين سيعذبهم الله وما هو سبب التعذيب. إذن هنا العلة نزلت في نفس الوقت مع الشيء المتعلق به وقرأت في نفس الوقت. الآن سيأتي وهابي ب200 كيلومتر في الساعة وفرحان ويقول طبق هذا المثال على آية التطهير، وهذا ما نقوله نحن، أن هذه الآية نزلت دفعة واحدة على الأزواج. أقول هذا من الأحلام والأوهام. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل واحد يقول أن هذه الآية نزلت كاملة من وقرن في بيوتكن، بل كل الأحاديث تقول نزلت هذه الآية مستقلة. وأيضا عندما نزلت هذه الآية رسول الله لم يقرأ الآية التي قبلها لكي يبين سبب نزولها. لنرجع إلى آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآية واضحة بحد ذاتها حتى وإن نزلت مستقلة، ولا تحتاج إلى الآية التي قبلها لكي تبين سبب نزولها. والمعنى واضح، أن الله يريد أن يذهب الرجس ويطهر أناس معينين سماهم بأهل البيت. الآن سيقول قائل: طيب أليس الأزواج من أهل البيت؟ أقول لا فقط الأزواج من أهل البيت، بل الخادمة من أهل البيت، الصنور من أهل البيت، وقد بينت هذا في حلقة سابقة، وحتى العبد من أهل البيت، العم، الجد، الكل من أهل البيت. لغة عرفا هذا لا إشكال فيه. المشكلة هي هل هذه الآية نزلت في العم، في الجد، في الصنور، في الأزواج، في من نزلت هذه الآية؟ وعندما نزلت على من طبقها رسول الله. يا عباد الله افهموها ولو مرة واحدة في حياتكم. نحن لا مشكلة عندنا في هل الأزواج من أهل البيت أم لا، حتى تأتون بآيات قرآنية. شاهدوا. لماذا؟ لأن القرآن سمى الزوج أهلا. يا أخي كيف تخرجوا أنت يا زيد ابن أرقم من إيه؟ من الأهلية. القرآن سماها أهلا. القرآن يقول لما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. صحيح؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه لم يكن إلا سارة. عجيب والله. هل نحن أخرجنا الأزواج من أهل البيت؟ كلامنا ليس في هل الأزواج من أهل البيت أم لا، كلامنا هل هذه الآية نزلت في الأزواج أم لا. الجواب بالقطع واليقين لا. فعندما نزلت طبقها رسول الله على أناس معينين وجمعهم تحت الكساء وقال هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولم يقل هؤلاء من أهل بيتي كما يقول هذا الكذاب. وجاء في رواية الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية دعا الحسن والحسين وفاطمة وفي رواية وعليا، نعم، ثم وضع عليهم كساء قال هؤلاء من أهل البيت، قال هؤلاء من أهل البيت. فذهب الشيعة وقالوا هؤلاء أهل البيت وزوجاته لسن من أهل البيت. كيف فهمتم هذا الفهم؟ لماذا تحرفون كلام رسول الله وتكذبون عليه؟ هذا الترمذي، شاهدوا معي. سنن الترمذي تحقيق الألباني صفحة 755 عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وآله قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة. فدعا النبي صلى الله عليه وآله فاطمة وحسن وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، ولم يقل اللهم هؤلاء من أهل بيتي، قال هؤلاء من أهل البيت. والله لئن قلتم قولة حق لهي أحب إلى نفسي من فضحتكم على الشاشة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهؤلاء هم حطب جهنم، وهذه القناة هي التي ستوصلكم إلى قعر جهنم. نكمل مع هؤلاء واستعدوا لمصيبة أخرى يضحكون بها على المساكين. نأتي إلى تحليل الآية ونقل كلام مفسرين عن هذه الآية. الله تعالى يقول: وقرن في بيوتكن. شوف الضمير، وقبلها آيات كلها ضمائر: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. هذه بداية الآيات. ثم بعد ذلك: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ثم قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذه الآية لو قلتم إن جزء التطهير نزل منفصلا، إذن هذه الآية لم تتم، لم تختم. ما الذي يحدث إذا فعل نساء النبي هذه الأوامر؟ وقرن في بيوتكن إلى آخر الآية. يريد أن يقول هذا العلامة أن الله أنزل على نساء النبي أوامر ونواهي، وإذا فعلنا هذه الأوامر والنواهي الله سيجازيهم بهدية، وهو إذهاب الرجس، وهذه هي الهدية التي يقولون عنها شاهدوا. هنا بقى احنا كأهل السنة والجماعة، احنا الوسطية بنقول ايه؟ انها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعد الله عز وجل عندما يقول افعل 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 ولا تفعل افعل ولا تفعل افعل ولا تفعل، طيب وبعد كده يا إما جنة يا إما نار يا إما هدية. هي دي الهدية، هي دي الهدية. إذا فعلت الكلام ده كله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. طب وبعدين بعد ما أعمل أنا كل ده إيه اللي هيحصل؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. يعني أنتوا لو عملتوا الكلام ده كله ربنا بيه هيذهب عنكم الرجس. وهذا ما يسمى بالإرادة التشريعية، بالإرادة التشريعية وليست التكوينية. لأن أنا تكوينية خلاص انتهت، يبقى ايه لازمتها الآية أصلا؟ تمام عند أتباعكم المساكين، أما عند ذوي العقول مش تمام أبدا أبدا. هؤلاء يريدون أن يقولوا بأن آية التطهير هي هدية لزوجات رسول الله، إذا التزمنا بهذه النواهي والأوامر الله سيذهب عنهم الرجس. طيب هذا القول سنأخذه ونضعه جانبا، وتذكروه جيدا لأنه سينقلب ضدهم. لنشاهد هذا المقطع وبه سيتدمر كل شيء. حديث الكساء، النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت أم سلمة، وروت هذا الحديث أم سلمة وعائشة. فجاءت فاطمة رضي الله عنها بطعام، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكافئها ومن يخصها. أنا لما أكرمك مثلا أيهما أكثر إكراما؟ لما أكرمك أنت ولا أكرمك أنت وأولادك وزوجك؟ الجمع طبعا أكيد. إكراما لفاطمة فقال لها تعالي. أتت بطعام فقال لها تعالي، وأخذها ووضع عليها كساء الثوب يعني. وادعو لي زوجك وابنيك، وقرأ وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس. فكانت بمثابة الدعاء مخصوصا لهم. نعم. وأنهم يلحقون بالزوجات والفضل الذي جاء للزوجات. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من الله أن الفضل الذي نزل لزوجاتي يا رب اجعل منه لابنتي من أحب الناس إلي، وإكراما لابنتي أكرم ولديها وزوجها. يعني هذا زيادة حب وزيادة إكرام لفاطمة. ولذلك يقول: اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. جميل جدا. دققوا معي إخوتي الكرام. إذن رسول الله جمع علي وفاطمة والحسن والحسين وأراد أن يلحقهم بالهدية، وهي آية التطهير التي نزلت على النساء. طيب يا وهابية، نسلم لكم بهذا القول: الله سيعطي هذه الهدية للنساء النبي بالمجان؟ لا، بل فقط إذا التزمنا بهذه الأوامر والنواهي التي ستشاهدونها الآن. دققوا معي. وقرن في بيوتكن. أولا لكي يذهب الله عنها الرجس يجب على زوجة رسول الله أن تقر في بيتها. نكمل. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أكتفي باثنين: الأول إقرار في البيت، والثاني لا تتبرج. إذا فعلت زوجة رسول الله هذه الأوامر ستنال هذه الهدية بإذهاب الرجس عنها. طيب الآن سؤال: ما دخل الرجال بهذه الأوامر والنواهي التي نزلت على النساء؟
هل الرجل يجب أن يقر في بيته ولا يتبرج حتى ينال هذه الهدية؟ ستقول لا، الرجال لا علاقة لهم بهذه الأوامر. طيب، فلماذا رسول الله جمع علي والحسن والحسين تحت الكساء؟ هل علي يجب أن يقر في بيته ولا يتبرج حتى يطهره الله؟ هل يوجد عاقل يقول هذا الكلام؟ بل حتى هذا الأضحك لم يقبل هذا الكلام. شاهدوا. لو احنا تنزلنا وقلنا للشيعة نعم الآية نزلت كما أنتم تقولون في علي وفاطمة والحسن والحسين، هل الله سبحانه وتعالى يقول لعلي وقرن في بيوتكن؟ هل الله يقول للحسن والحسين ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى؟ هل الله يقول لعلي والحسن والحسين وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة؟ إذا لماذا جمعهم رسول الله تحت الكساء؟ تخيلوا معي هذا المشهد وأعوذ بالله منه وأعتذر من رسول الله. تخيلوا أن الحسن عليه السلام وهو كان طفلا صغيرا يسأل رسول الله ويقول له: يا جداه يا رسول الله، لماذا جمعتنا تحت الكساء؟ سيجيبه رسول الله قائلا: جمعتك يا بني لكي أقول لك أن هذه الآية نزلت في نسائي، ولكن أحببت أن ألحقك بها، فعليك يا بني أن تقر في البيت ولا تتبرج، وإذا فعلت هذه الأوامر الله سيعطيك هدية وهي إذهاب الرجس. الآن سيجيبه الحسن قائلا: ولكن يا جداه أنا طفل صغير ولست امرأة، وهذه الهدية متعلقة بنسائك وفقط سينالوها إذا التزمنا بهذه الأوامر. الآن سيجيبه رسول الله قائلا: نعم يا بني، هذه الآية من أولها إلى آخرها متعلقة بنسائي، فعليك أن تقر في البيت ولا تتبرج، لأنني جمعتك تحت الكساء مع أخيك وأبيك. انتهى المشهد وأعتذر من رسول الله. ولكن هذا منطق القول. هل يوجد إنسان ذو عقل وفطرة سليمة يقول هذا القول؟ أن رسول الله أراد أن يلحقهم بهذه الهدية التي تخص النساء، وأنهم يلحقون بالزوجات والفضل الذي جاء للزوجات. إذا ما دخل الرجال بهذه الأوامر والنواهي؟ ثم لماذا فقط أتى ب4 أشخاص؟ ولماذا جمعهم تحت الكساء؟ ولماذا لم يأتي بكل بني هاشم؟ بل ولماذا لم يأتي بكل سكان المدينة أو يصعد المنبر لكي ينالوا هذا الخير والهدية التي نزلت على النساء؟ وأيضا إذا كان هذا الخير وهذه الهدية قد نزلت على أم سلمة، فلماذا أرادت أن تدخل معهم تحت الكساء؟ ألم تشبع من الهدية وأرادت المزيد؟ أم إنها فهمت شيء آخر، أن هذه الهدية التي اجتمعوا عليها أهل الكساء هي هدية أخرى؟ الآن تخيلوا معي المشهد الثاني. رسول الله يجمعهم تحت الكساء، ثم يقول له الحسن: يا جداه يا رسول الله، لماذا جمعتني تحت الكساء؟ سيقول له رسول الله: جمعتك يا بني لأن الله أراد أن يذهب عنك الرجس ويطهرك تطهيرا. سيرد عليه الحسن قائلا: ولكن يا رسول الله أنا طفل صغير ولم أبلغ سن البلوغ ولم أرتكب رجس أبدا. سيجيبه رسول الله قائلا: الله يعلم ذلك يا بني، يعلم أنه ليس فيك رجس حتى يذهبه منك، إن الله يريد أن يذهب عنك الرجس وليس يذهب منك الرجس، فلا يوجد فيك رجس أصلا حتى يذهبه الله منك. لهذا الله تكلف بإذهاب الرجس عنك وقال: ليذهب عنكم الرجس، ولم يقل منكم، فلا يصيبك رجس أبدا. انتهى المشهد. أنتم الآن قارنوا هذا المشهد مع المشهد السابق. هذه هي الهدية الحقيقية التي تنطبق مع الآية ومع العقل ومع الأحاديث ومع فعل وقول رسول الله، لأن رسول الله لم يشترط عليهم هذه الأوامر والنواهي حتى ينالوا هذه الفضيلة. إذن هذا التطهير هو من قبل الله بدون شروط، الله تكلف بتطهيرهم بدون فعل أوامر ونواهي. بل وكيف يأمر الإمام علي بالإقرار في البيت وعدم التبرج؟ أنتم الآن بقولكم هذا تسيئون إلى رسول الله، أنه أخطأ في إدخالهم تحت الكساء وفي الآية لأنها مختصة بالنساء. وأيضا قالوا هذا الكلام، شاهدوا،